هل عمرك سمعت باللي بياض البيض ما يطلعش بلا ملح؟ الجهة اللماعة من ورق الألمنيوم ما تضرش، وباللي ملعقة المعدن تخسر العسل. خليكم معايا اليوم، رايحين نكتشفوا الحقيقة وندمروا أشهر خرافات المطبخ. مرحبا بكم، أنا مريومة مختصة في التغذية العلاجية، وفي القناة نحاول نفند الأفكار اللي نسمعوها يوميا ونبدلوها بالصحيحة المبنية على العلم والتجربة. قبل ما نبداو، نتمنى انكم تشتركوا معايا في القناة هذه والقناة الثانية اللي راكم تشوفوا في الاسم ديالها هنايا. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتابعوني كذلك في الانستغرام الفيسبوك والتليجرام، نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف ان شاء الله. بديت بهذه الخرافة على خطر هي الأكثر شيوعا، وللأسف حتى أكبر الطهاة ومازالهم يأمنوا بها. إذا زدنا شوية زيت على الزبدة ما تتحرقش. الزبدة تبدأ تحترق عند درجة 120، وإذا وصلت إلى 180 راهي تتفحم تماما. وشنو اللي يتحرق فيها؟ مش الدهون، وإنما رواسب البروتينات. وللأسف هذه الرواسب لما تحترق وتتفحم قادرة حتى أنها تشكل مركبات سرطانية مضرة جدا بالصحة. الزيت ما يحترقش حتى لدرجة 190، يعني كيفاش راح يحميها وهي تتحرق ديجا قبله؟ الشيء اللي يصرى في الواقع هو أنه هذاك الزيت يطول برك فيها، بصح عملية احتراق البروتينات وتشكل المركبات السرطانية للأسف يبقى موجود. التصحيح هنايا هو أنه نستعملوا لو كلاريفيي، يعني الزبدة المصفاة ولا السمن الحيواني المخصص للطبخ. الملاعق المعدنية تخسر الإنزيمات اللي في العسل وتنحيله الفايدة. هذه ثاني رانا نشوفوها بزاف الدور في الفيديوهات اللي بلا معنى. Vrai ou faux qu'il ne faut pas utiliser une cuillère en métal? Oui, jamais de cuillère Ah en bon? métal, c'est toujours en bois. Parce qu'en fait, le métal va dénaturer ce qu'il y a de positif dans le miel. En fait, الفيديوهات اللي الهدف نتاعها فقط نشر الرعب ما بين الناس. في الحقيقة العسل صح حامضي شوية، عنده البي اش تاعو ما بين 3.5 و 3.4، قادر يتفاعل مع بعض المعادن كيما النحاس والحديد، بصح إذا بقى فيهم لمدة طويلة، يعني توصل إلى أسابيع. لكن الملاعق اليومية نتاعنا اللي نستعملوهم في الطبخ والأكل اللي مصنوعين من ستانلس ما يشكلوا حتى خطر، خاصة انه العملية تكون في ثواني، يعني تحركي تيزانة في ثواني ولا تاكلي ملعقة العسل تاعك في ثواني. ونزيد لكم حاجة، المربيين تاع النحل يخزنوا العسل نتاعهم شهور كاملة في براميل مصنوعة من نفس المعدن نتاع الملاعق اليومية نتاعنا وما يصرالو والو. اللي يخرب صح العسل هو الحرارة المرتفعة جدا، الضوء المباشر والرطوبة. يعني نقول لكم حاجة، البلارات تاع الزجاج اللي رانا نستعملوهم باش نخبوا العسل اللي فيهم ضرر أكثر من تلك الملعقة اللي داروا عليها ضجة. هذه الخرافة مدمرة للصحة، وللأسف راهي تدور في مواقع التواصل الاجتماعي، وردوا بالكم منها. نصيحة مني أنا، خلي الوش اللي بيلمع ده تحت يبقى جوه الطاجن، واللي مطفي ده تخليه من فوق. ده أفضل حاجة لما تيجي تطجني الحاجة وتطلع لك حاجة إن شاء الله بشكل ما فيهوش أي مشكلة وصحي. على أساس أنه الجهة اللامعة صحية والجهة الحرشة خطيرة. هي في الحقيقة الفرق ما بين الجهتين فقط التصنيع. الجهة اللي تلامس الأسطوانة تطلع لامعة، والجهة اللي ما تلامسش الأسطوانة تطلع حرشة شوية، بصح وظيفيا الجهتين نفس الشيء. يعني ورق الألمنيوم سواء من الجهة اللامعة ولا الجهة الأخرى كله خطر على الصحة إذا تلامس مع الأطعمة الحمضية كما الليمون والطماطم، ولا درناه مع الحرارة المرتفعة جدا. التصحيح يكون باستعمال أواني طبخ مخصصة للفرن اللي تجيب الغطاء ديالها، أو استعمال ورق الطهي تحت ورق الألمنيوم. أكيد سمعتوا في وصفات الطبخ، خاصة لما نخدموا المرانج مثلا، أنه لازم نحطوا شوية ملح على بياض البيض باش يطلع، وهذه ما كاش منها كامل. وتقدر تكون حتى العكس، على خاطر الملح يفكك البروتينات ويضعف الشبكة اللي تحبس الهواء، النتيجة تكون رغوة أقل استقرار. اللي يساعد فعلا هو نوع من الحموضة، يعني لو كانت تزيدي قطرات من الليمون أو الخل راح تحصلي على نتيجة أحسن. وتقدري ديري التجربة وحدك في المطبخ، احكمي بياض البيض طلعيه بدون إضافات، طلعيه مع الملح وطلعيه مع الخل ولا القارص وشوفي الفرق. المايونيز الصناعي كامل متفقين عليه باللي ماشي مليح، بصح نحبوا نخدموا المايونيز في المنزل،
شحال من مرة تصرالك وتبطلي ما تخدميهاش على خاطر نسيتي حبة البيض ما جبتيهاش من فريجيدار على البكري. قالوا باللي البيض البارد يفسد المايونيز. الشيء اللي يخلي المايونيز تنفصل وما تتلمش وما تطلعش ماشي درجة حرارة البيضة، وإنما إضافة الزيت بسرعة كبيرة. يعني لما يكون عندك بلاندر تقدري تحطي كمية الزيت دفعة واحدة وراح تنجح معاك، بصح إذا تخدميها بطريقة تقليدية لازم تحطي الزيت بكميات بطيئة جدا تطلع لك وما يصرى لها والو حتى وتكون البيضة باردة. في إيطاليا يقولوا باللي لازم لتر تاع الماء لكل 100 غرام معكرونة باش ما تلصقش، وهذا الشيء انتشر في باقي أنحاء العالم. ولينا نحطوا كميات كبيرة من الماء للمقارون ولا سباغيتي ولا كل أنواع المعجنات باش ما تلصقش، وهذا الشيء كذلك خرافة وخطأ. تقدري تطيبي المعجنات نتاعك في كمية قليلة من الماء. الشيء اللي يخليها ما تلتصقش هو التحريك المستمر خاصة في الدقائق الأولى، على خاطر المعجنات غير توشي الماء تبدا تطلق في النشا، ولو كان ما نحركوهاش يطلع هذاك النشا على السطح ديالها وتلتصق حتى وتحطي كيلو مقارون في برميل تاع الماء. وحتى انه كاين وصفات نديروا مباشره المعجنات داخل لاصوص وتكون كميه قليله وتطيب وتجي بزاف بنينه. اذا حطينا الملح مع الخميره مباشره العجين ما يخمرش. الصحيح هو أنه الملح إذا لمس الخميرة مباشرة بتركيز عالي جدا يقدر يضعفها، لكن رانا نقوله بتركيز عالي جدا. يعني إذا حطيتي مثلا كاس ملح مع مغرفة خميرة، الخميرة لهنايا تموت. لكن الكميات اللي نستعملوهم احنا في الطبخة يعني ملعقة ملح ملعقة خميرة ما يتأثروش كامل بعضهم. ما لا نزيد لكم اللي حسبت لكم الملح يمنع الاختمار، راهو العكس يساعد في الاختمار على خاطر ينظم نشاط الخميرة. وآخر خرافة معانا اليوم ورق الطهي الأبيض صحي وآمن أكثر من الورق البني. بزاف ناس يظنوا باللي الورق الأبيض أنقى وأنظف على خاطر اللون نتاعو فاتح، بينما الورق البني يبان لهم خام ويمكن أنه يكون مضر، لكن الحقيقة العكس تماما. باش يتحصلوا على ورق الطهي الأبيض المصنعين يحكموا هذاك البني ويديروا له مبيضات مثل الكلور ولا المشتقات ديالو اللي يقدر يخلي الآثار على الورق، ومع الحرارة تقدر هذيك الآثار تنتقل إلى الأطعمة. الورق البني أقل معالجة، ما يتعرضش للتبييض، وبالتالي هو أخف ضررا وأقرب للطبيعة. المغزى ماشي كامل باش نشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي صحيح، وكذلك ماشي كامل باش نسمعوا عند الناس صحيح، على خاطر بعض التصرفات قادرة تكون عابرة وما تأثرش على حياتنا، تصرفات أخرى قادرة تكون خطيرة وتأثر على حياتنا بطريقة سلبية. نشكركم على المشاهدة، وغدا يوم أفضل إن شاء الله.